من شوارع بلجيكا إلى ملاعب أياكس أمستردام. قصة نجم صغير عنده مهارات خرافية وقدر يخطف الأضواء في سن مبكرة. أياكس ما بغاش يفرط فيه وجدد العقد ديالو حتى 2028، وهادشي ماشي غير صدفة. في 8 المباريات سجل 5 الأهداف ودار 3 ديال الأسيستات. لكن وراء هذا النجاح كاينه رحلة صعبة وإصرار كبير. بونيدا عنده حلم كبير يلبس قميص المنتخب المغربي، ولكن كاينه جهود بلجيكيه وهولنديه باش تقنعوه يغير رأيه. بقاو معنا حتى الآخر باش تعرفوا كيفاش قدر هذا اللاعب المغربي الصغير يفرض راسو في واحد من أقرب الأندية الأوروبية، وأصبحت أندية كبيرة كتنافس باش ينضم ليها. هادشي وأكثر بعد شهرة البداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتكم تحديثات أخبار الرياضة السريعة. ريان بونيدا الموهبة المغربية اللي خطفت الأضواء في هولندا. أعلن فريق أياكس أمستردام بشكل رسمي على تجديد عقد النجم المغربي الصاعد ريان بونيدا حتى 2028 مع إمكانية التمديد لعام إضافي. مارين بيوكر المدير الرياضي لأياكس عبر عن الفرحة ديالو الكبيرة ببقاء بونيدا في النادي، وقال: المفاوضات خدات وقت ولكن فرحانين حيت ريان مؤمن بالمشروع الرياضي اللي وضعنا عليه، والاتفاقية كتماشى مع الرؤية الجديدة ديال النادي. زيد على هادشي أكد بيوكر أن بونيدا عنده مهارات تقنية خارقة، ذكاء تكتيكي عالي، وقدرة على اتخاذ القرارات بسرعة في المساحات الضيقة مع استخدام ممتاز لرجليه بجوج. واعتبر أن هذه الصفات كلها كتعكس رؤية النادي في تنمية المواهب الشابة. رحلة صعبة ولكن ناجحة. في البداية ما كانش سهل لبونيدا منين جا الأمستردام، حيت واجه صعوبات كبيرة وكان خاصو يصبر ويخدم بجهد، ولكن في الأشهر الأخيرة قدر يفرض راسو بقوة. انتقل من أياكس تحت 19 عام ليونغ أياكس حتى وصل للفريق الأول. التطور السريع كيبين على الإرادة ديالو والموهبة الكبيرة اللي كتوفر عليها، والنادي متحمس بزاف باش يشوف كيفاش غادي يكمل تألقه في المستقبل. بداية المسيرة من بلجيكا حتى الأمستردام. رايان بونيدا اللي تزاد في فولك بلجيكا نهار 3 مارس 2006 بدا كرة في سن صغيرة مع رواية أندرلخت، واحد من أكبر الأندية البلجيكية، وبسبب المهارات ديالو اللي ماشي عادية شد انتباه كبار الكشافين في أوروبا اللي كانوا كيجيو يتفرجوا فيه. ورغم أن بزاف ديال الأندية الكبيرة بحال برشلونة ومانشستر سيتي كانوا باغيين يتعاقدوا معاه، اختار أياكس أمستردام في مارس 2022 وقع معهم عقد بدا في 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2025. ظاهرة على الانترنت. الشهرة ديالو ما جاش غير من الملعب ولكن حتى من مواقع التواصل الاجتماعي. في سن 8 سنوات فيديوهاته هو كيراو بطريقة خرافية دارو ضجة كبيرة في اليوتيوب، والآلاف بداو كيتابعوه في انستغرام. هاد الشهرة خلات نايكي تعرض عليه عقد رعاية، وحتى انه في 2019 بان في اعلان مع النجم البلجيكي ايدين هازارد باش يروجوا الحذاء مير كوريار الشهير. الرقم 34 رسالة وفاء لعبد الحق النوري. راين عنده علاقة خاصة بأسطورة أياكس السابق عبد الحق النوري اللي تعرض للنوبة قلبية في الملاعب وهو صغير، وتسببت ليه في ضرر دائم في الدماغ، وديما كيهدي ليه أهداف وكيحتفل بإشارة الرقم 34 اللي هو رقم القميص ديال النوري. أرقام مبهرة مع يونغ أياكس. من نهار بدا مع يونغ أياكس 2024 لعب 8 المباريات، سجل 5 الأهداف وقدم 8 حاسمة، وهادشي خلاه واحد من ابرز المواهب الصاعده في النادي. المستقبل كيبان زاهي عند رايان، ماشي غير الاداء ديالو اللي كيبهر الناس بل حتى شخصيته قويه والالتزام ديالو بالتدريب. المدربين ديالو كيشهدوا لي بانه لاعب منضبط كيتعلم بسرعه وعنده رغبه قويه باش يوصل لاعلى المستويات. عائلته عندها دور كبير في نجاحه، خصوصا الوالد ديالو اللي ديما كيشجعوه وكيوقف معاه بكل خطوه. هاد الدعم العائلي خلاه يبقى متواضع رغم الشهرة، وديما كيهضر على العمل الجاد باش يحقق أهدافه. حلم المنتخب المغربي. رغم أنه عنده الجنسية البلجيكية إلا أن قلبه متعلق بالمغرب، وحلمه الكبير هو تمثيل أسود الأطلس في المستقبل. مصادر قريبة منه كيقولوا أنه كيطمح يلبس قميص المنتخب الوطني المغربي، ويمكن نشوفوه قريبا في صفوف المنتخب المغربي الأقل من 20 سنة. طريقة هو النجومية العالمية. مع استمرار التطور في اياكس، الخبراء كيتوقع ان بونيدا غادي يكون واحد من افضل اللاعبين المغاربه في العالم. هادشي البدايه، المسيره كتحمل بزاف ديال الطموحات. من خلال المعلومات اللي تناولنا في هذا الخبر، واش كتشوفوا ان رايان بونيدا غادي يكون نجم المغربي الجديد في اوروبا، يولي عندنا لامين يامال ديال المغرب، ولا
نسخة جديدة من زياش. شاركونا آراءكم في التعليق.